كوكو سلام لا فامي راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد بيان سور ما غبرتش عليكم كما كنت موالفه. جيتكم فيديو جديد، فيديو ديال نهار اليوم خفيف ظريف، ولكن اللي ما عندهاش باش يحضس قهوه العصر ولا ما عندهاش باش تشرب قهوه غدوه صباح، ما عليكم غير بهاد خبز الدار او مطلوع ديال الكوشه وبريوشه، كل واحد كيفاش يسميها، بالفارينه وبدون بيض. يعني كي نقول لك بلا بيض بلا بيض، ني بيض باش تدهنيه من الفوق، ني البيض اللي ديروه في داخل لاباط. المهم بالفرينة اقتصادي سهل 100%، يوجد لكم غير في نصف ساعة. كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو البريوش ديالي هنا كان وجد وصورته معاكم كي قسمته وكي طاب، وبعد ما برد هنا ما خليتوش يبرد مليح مليح، قسمته باش نحط لكم لا فيديو. المهم راح ندوزو مباشرة الى طريقة تحضير البريوش او خبز الدار في الكوشة. يوجد في نص ساعة برك كيما قلت لكم، ما تراطي واش يجي خفيف بنا ولا اروع. خلونا ديريكتومون نجوزو الوصفة ديالنا ديال نهار اليوم. الوغ البنات، واش نحتاجو في الوصفه ديالنا ديال نهار اليوم؟ قلنا حين نديرو بريوش بالفرينه، خبز الدار بالفرينه. نحتاجو فيه كاس ديال الحليب يكون دافئ، يعني ما يكونش سخون مليح. والكاس ديال الحليب واش راح نزيدو له؟ راح نزيدو له 4 مغارف ديال السكر. تقدروا تنقصوا السكر وديروا غير 2 مغارف، انا راني حباتو يخرج شويه زايد حلاوه. هنا درنا 4 مغارف ديال السكر. نحتاجو مغرفه ديال الخميره ديال المطلوع، مغرفه ما تكونش معمره بومبي باش ما تجيكمش فيها الريحه ديال الخميره ديال الخبز، فهمتوني؟ هكذا. نحتاجو 4 مغارف ديال الزيت العاديه، وهاي ليك المغرفه الرابعه. ونحتاجو مغرفه ديال الملح، انا راني حندير 2 مغارف لان المغرفه تاعي صغيره كما راكم تشوفوا. نحتاجو شويه ديال السينوج، هذا مكان. وهاد المكونات نخلطوهم مع بعض. شوفوا هاد البريوش ديروه غير بلا سباتول، ما تدخلوش كامل يديكم، يعني ماكمش رايحين تعجنوا بيديكم ولا تدخلوا يديكم لداخل، تحركوا غير بالفوي ولا بلا سباتول، هذا ما كان. راح نضيفوا الكاس الاول ديال الفرينه، حركوا بيان ما تخلوش الفرينه ديالكم تتكعبر لكم. كي نضيفوا الكاس الاول راح نضيفوا الكاس الثاني غير بالتدريج. تقدر ترفد لكم هاد البريوشه حتى 2 كيسان ونص تاع الفرينه، كما تقدر ترفد لكم غير 2 كيسان ديال الفرينه. دوك تشوفوا القوام اللي لازم نتحصل عليه.
نزيدو شويه ديال لافارين، وقعد لي شويه من الكاس اللي درت، يعني درت كاس ونص، وهذا قعد لي. المهم اللي فيه، شوفوا العجينه تاعي كيفاش تكون، ما تيبسوش مليح لاباط وما تخلوهاش جاريه، خلوها كيما راكم تشوفوها هنايا في لا فيديو. وقبل ما ننسى، ديروها في السنيوه اللي راكم حابينها، اي سنيوه عندكم، دهنوها برك بالزيت وزيدوا رشوا عليها لافارين باش ما تلصق لكمش البريوشه ديالكم، باسكو رايحه تجي جاريه شويه. انا درت هاد المول ديالي، السنيوه هذه اللي عندي دهنتها غير بالزيت وزدت رشيت عليها الفارينه كما راكم تشوفوا، ورانا حنحط العجينه ديالي لداخل. بعد ما نحطها راح ندهن يديا بالزيت. وهنايا غير كما قلت لكم ندهن يديا بالزيت باش نبسط العجينه ديالي كامل متساويه، نغطيها ونخليها تخمر. قبل ما نحطها تخمر عفوا نجوز ندير لها الحليب والقهوه سريعه الذوبان، نخلطهم مع بعض مع نص مغرفه سكر باش تحمر لي البريوشه ديالي من الفوق. ندهنها بيان وندير لها السانوج شويه السكر ونخليها تخمر في غرضها. كي تخمر يضاعف لي الحجم ديالها، نشعل عليها الكوشه ونطيبها 180 درجه، نعس كل وحده والكوشه ديالها. شعلي لها من فوق، تزيد تحمر لك شويه وطفي عليها، وراكم راح تلاحظوا النتيجه في اخر الفيديو. وهنايا كما قلت لكم درت الحليب وزدت معاه شويه قهوه سريعه الذوبان يعني نيسكافيه، وزدت عليه شويه ديال السكر، خلطهم بيا حتى دابا داك السكر، وندهن كامل البريوشه ديالي او خبز دار ديالي ندهنو بيان هكا بهذا الخليط، نفرخو من الفوق وندير سانوج ونزيد عليه شويه ديال السكر، نخليها حتى تخمر، يعني تخمر لي بالبيان واحد ربع ساعه هكذاك، ونديرها داخل الكوشه طيب لي على مهلها. كما سبقت وقلت لكم راهو كل وحده والكوشه تاعها وكيفاه طيب. الوغ ديروا الكوشه تاعكم على 180 درجه
وعسوا الخبزة ديالكم حتى طيب، وكي طيب غطوها بطرشون حتى تتندى لكم شوية، نحوها مسنيوة وقسموها وشاهية طيبة. وما تنساوش وإذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة ديالي باش تكبر القناة ديالي، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس، وما تنساوش تاني ديروا لي جيم وتخلوا لي كومونتير. واذا يعجبكم مثل هاد الفيديوهات راح نزيد نبارطاجي معكم بزاف من الوصفات الخفيفه السهله اللي تقدروا ديروها غير في نص ساعه، ونبارطاجي معكم بزاف من لي زيدي. يعني كيما اليوم رانا درنا خبز الدار بدون بيض. يعني حنا بزاف منا نروحو نديرو حاجه اللي كي تكون ناقصنا حاجه في الدار ما نقدروش نديروها. الوغ خممت فيكم وقلت ندير هاد البريوشه او خبز الدار بدون بيض. بالاكاش وحده ما عندهاش البيض في الفريجيدار تنوض توجدها القهوه العصر ولا الغدوه من داك يشربوا بها ولادها وناس دارها القهوه. نقول لكم من هنا اللي جربتها نقولها بصحتكم بصحتها، ونقول لكم باللي اللي رايحه تجربها والله غير تولي لكم ادمان. سهله وخفيفه وكيما شفتوا ما رميتش كامل يديا في لاباط. المهم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو واحد اخر. باي باي.